وانا عندي 27 سنة مريت بأسوأ تجربة في حياتي. كان اقرب صديق ليا وهو اكبر مني ب3 سنين مكتئب، وكان بيشرب مخدرات بقاله حبة حلوين. بس في الوقت ده دخل في سكة اوحش من اي سكة، بدأ ياخد حقن هيروين اللي هو بنسميه بالمصري بودرة. وقتها كنا اصحاب ما بنعملش حاجة غير ان احنا قاعدين مع بعض طول اليوم، وكان مخبي عليا الموضوع ده. وبدأ يظهر عليه اعراض غريبة. بعد ما كان شاب قوي وبنيته قوية، بدأ يخس جدا ويرفع، وبدأ يخش في مشاكل كل شوية. مرة يسرق، مرة يكلمني في عز الليل والبرد عشان اجي اخده من اسم. ووقتها اعترف لي ان هو بياخد بودرة. طبعا عشان انا ساذج وقفت وفضلت معاه، وبقيت اساعده واحاول انصحه الى اخره. بس الوقت ده ابتدى ان هو يسرقنا انا كمان، وفي الوقت ده انا ابتديت ان انا ابعد عنه شوية بشوية، لغاية ما بقيناش نتقابل إلا مثلا مرة في الشهر، نقعد مع بعض شوية على القهوة وخلاص كل واحد يروح لحاله. في خلال الشهور دي دخل مصحة كذا مرة، وكنا بنتقابل لما بيطلع نقعد مع بعض شوية، بس بعدها بيخش تاني على طول. وفي يوم اتصل بيا وكلمني مكالمة غريبة جدا. أول ما رديت عليه لقيته وهو بيتكلم بيقطع نفس في نص الكلمة، يعني مش عارف يكون جملة على بعضيها. كل شوية يقول حرفين تلاتة ويقف ياخد نفسه، وبعد كده يكمل بقية الكلمة. مضمون الحوار إن هو ضرب وتعب وراح المستشفى، وكان عايزني أعدي عليه عشان أزوره، عشان هو مش متخيل إن هو هيعيش كتير. عايزني أسلم عليه لآخر مرة. فأنا يعني خدت الموضوع ببساطة، قلت له أنت هتبقى كويس وهتطلع وهتبقى زي الفل وبتاع. واتعاملت مع الموضوع عادي اكنه حوار من الحوارات الكتير اللي هو كان بيخش فيها يعني. وطمنته وقلت له ان انا هعدي عليه اقرب فرصه ممكنه. وبعد ما قفلت اخدت الموضوع اللي هو يعني شويه هيبقى كويس، مش خطر ان شاء الله. لكن الحقيقه ان المره دي انا كنت غلطان. دي كانت اخر مره اكلم فيها صاحبي، وما لحقتش اسلم عليه. وبعدها بيومين جالي خبر وفاته على طول. في اللحظه دي مشاعري كانت عامله زي الصخره. لما عرفت ان اقرب صاحب ليا مات، ما حسيتش باي حاجه. حسيت ان انا مشاعري كلها اتطفت، وكملت يومي عادي. بس كنت بفكر فيه طول اليوم وبستوعب ان انا مش هشوفه تاني. 10 ايام قبل الواقعة دي كنت ماشي في الشارع في عز الليل في الشتاء، وكان الجو تلج وفي هوا جامد. فجنب عربية ببص بعينيا لقيت قطة صغيرة قاعدة متكتكة من البرد. قطة يعني ما اصغر من كفي، فهي يعني ما كانتش هتعيش كتير، هي كانت بتخلص خالص. فخدتها معايا البيت ودفيتها وجبت لها اكل وحطيتها في اوضه من الاوضه اللي جنبي، وخدت بالي منها. وفي خلال ايام قليله ابتدت انها تتحسن وتاكل، ويعني صحتها بقت احسن بكتير. ده غير ان انا خدتها للدكتور وطمنت عليها، وكنت عايزها تشد حيلها شويه كده وتقوى، وبعد كده رجعها تاني الشارع. نرجع بقى لليوم اللي بعد ما عرفت ان صاحبي فيه توفى على طول. انا كنت بره طول اليوم، ورجعت البيت دخلت للاوضه اللي انا حاطط فيها القطه عشان اطمن عليها واشوفها محتاجه حاجه ولا لا. بس لقيتها نايمة ما بتتحركش. هي بتتنفس بس ما كانش فيه أي نوع من أنواع الاستجابة. أزقها يمين شمال ما بتتحركش، ما بتردش، ما فيش أي رد فعل طبيعي هي بتعمله. في اللحظة دي أدركت إنها بتاخد أنفاسها الأخيرة، خلاص بتودع. في اللحظة دي أنا حسيت إن جسمي كله اتجمد ونفسي بقى يتاخد بالعافية. ما كانتش أول مرة إن أنا يعني أتعامل مع قطط بتتوفى، يعني أنا ربيت قطط كتير طول عمري واتعاملت مع الموضوع ده كتير. بس هي الفكرة ان انا ادركت وفاة صاحبي من المنظر اللي انا شايفه في القطة. استوعبت اللحظة دي كل حاجة مرة واحدة، فسبتها وقفلت باب الأوضة. قمت طالع لأوضتي وغطيت نفسي تحت البطانية وانا قاعد بفكر في كل حاجة، في القطة وفي صاحبي. ويعني تتخيل بقى النوم اللي انا نمته، اللي طبعا بعد مدة طويلة، تخيل الكوابيس كانت عاملة ازاي. ولما صحيت تاني يوم كنت لسه متماسك شوية، شلتها وحطيتها في علبة وقمت واخدها ورايح على جنينة عشان ادفنها. بس وانا في الطريق لقيت ان انا عينيا ما كانتش مبطلة عياط. كان الدموع عمالة تطلع من عينيا، زعلان عليها وعلى صاحبي. احساس ان انا مش هشوف صاحبي مرة تانية، ما روحتش اسلم عليه زي ما هو طلب مني لاخر مرة، وان انا مش هشوفه تاني، وان انا صاحبي هيوحشني. بس بعد ما دفنت القطة روحت البيت، وابتدى يظهر عليا اعراض غريبة. يا دوبك قعدت 5 دقايق ولقيت نفسي عايز اخش الحمام ارجع، فدخلت وحاولت اطلع اللي في بطني وما طلعش حاجة. نص ساعة أو ساعة بعديها نفس الإحساس تاني. أقوم طالع جري على الحمام، أقعد أحاول أرجع ما يطلعش أي حاجة، أقوم داخل قاعد تاني. ساعة كمان نفس الكلام، مرة تالتة ورابعة وخمسة. كل ساعة تقريبا كنت بخش. أنا فاكر اليوم ده عديت حوالي 16 مرة أخش الحمام عشان أرجع وما طلعش أي حاجة. ده لدرجة إن أنا كنت حاسس إن عضلات بطني ورقبتي شادين من كتر الانقباضات اللي بتحصل فيهم. بس قلت أكيد ده رد فعل من المشاعر القوية اللي أنا حسيت بيها.
وهيروح لحاله بكره ان شاء الله وهبقى كويس، اخش انام بس. وقدرت اخيرا انام من كتر التعب والارهاق اللي جسمي بقى فيه. صحيت بعديها بساعتين، والكابوس ان انا صاحي على نفس النظام تاني، صاحي داخل بجري على الحمام عشان ارجع ومفيش اي حاجه بتطلع. فضلت تتكرر، بس مع كمان الترجيع اللي كل ساعه ده بقيت حاسس كمان ان زوري مقفول، اكنه قافل، مفيش مكان للهواء ان هو يعدي فيه. مبقتش قادر اتنفس بطريقه طبيعيه. بعد كده كمان ابتدى يجيلي احساس بالدوخه، ما بقتش عارف اتزن كويس، ونبض قلبي عمال يعلى، و يعني حالتي عماله تسوء. فكنت بقول في دماغي ان شاء الله هما يومين بس عشان انا زعلان، وهبقى اتحسن تاني، يعني هتعدي ان شاء الله. بس الفكره ان انا كانت حالتي بتسوء يوم ورا التاني ورا التالت، واسبوع ورا التاني، وبعد كده لقيت نفسي دخلت في الشهر، وبعد كده الشهرين بعمل نفس الحاجه بالظبط، برجع ودايخ ونبض قلبي عالي والدنيا بايظه. طبعا هتقولي انت ما رحتش المستشفى ليه؟ اكيد رحت المستشفى، رحت كشفت على نفسي ولقيت ان انا تمام، مفيش حاجه بايظه. والدكاتره قالوا لي ان ده بس حاله نفسيه، او يعني زعل جامد هو اللي مأثر على نفسيتي ومخليني بعمل الاعراض دي اللي هي اعراض التوتر. فرحت لدكتور نفسي، فاتشخصت ان انا عندي نوبات فزع، وعندي توتر حاد، وعندي حالة نفسية. فانت متخيل من شخص رياضي صحته هي اجمل حاجة في حياته، لشخص مش عارف ان هو يتنفس. انا انهارت، كل حاجة انا كنت بحلم بيها، عضلاتي ووزني وصحتي كله وقع. خسيت جدا لدرجة ان انا من الوجع ومن الالم اللي انا كنت حاسس بيه جسديا ونفسيا كنت بتمنى ان انا يعني ربنا يتولاني برحمته. كنت بفكر في الموضوع مش اللي هو يا رب بقى خدني، عارف انت، مش الفكرة دي. ده كان الإحساس بتاعها رومانسي، شبه رومانسي جوايا، اللي هو أنا نفسي أخد نفسي بإن ربنا يفتكرني. يعني تيجي عربية مقطورة وتقوم معدية من فوقي مثلا أو حاجة، أنا ما عنديش ميول لان انا اعمل حاجه او ان انا اذي نفسي او الكلام ده خالص، لان ده بالنسبه لي استسلام. بس انا كنت بفكر في قد ايه هتكون الراحه لما الواحد يتخلص من هذا الكابوس اللي هو عايش فيه كل يوم بدون مبالغه. كل مره كل ساعه فيها ترجيع ودوخه، والنفس مش عارف اخده، عمال اتنفس عمال اتنفس كده طول الوقت طول الوقت لمده شهور. مش حاجه ادميه. انا كنت متخيل ان انا مش هعرف اعيش كتير. وطبيعي جدا لو انت بتعمل حاجات غريبه زي دي هتبتدي ان انت تنعزل عن الشارع اصلا، مش هتنزل، مش هتشوف صحابك، مش عايز تعمل الحاجات دي قدامهم، مش هتزور اهلك، مش هتحب ان انت تظهر بالموقف الضعيف ده. انطويت على نفسي وقعدت في البيت ومبقتش اخرج منه. انا فضلت على الحال ده لمده سنه، شكلي اتغير تماما، بقيت ارفع بكتير. كنت وقتها مش مهتم بشعري ولا بشكلي وعامل زي العصايه. فقلت خلاص طالما هي بايظه بايظه وكله بيقول لي حاله نفسيه وبتاع، فباخد ادويه ما بتحوقش، بسافر ما بتحوقش. انا مش شايف اصلا البلد اللي انا مسافر لها، يعني انا كنت في دهب وقتها ومش شايف البحر، انا شايف افكاري، انا شايف الرعب اللي انا فيه. الموضوع كان كابوسي. يعني قلت طالما هي بايظه بايظه، انا اروح اتمرن في فريق جوجيتسو ومصارعه من اقوى الفرق اللي موجوده في مصر، انا بحبهم جدا، فاروح اتمرن هناك يعني كنوع من التغيير. انا وقتها كنت حزام بني في الجوجيتسو، بس كان جسمي ضعيف جدا، فانا دخلت اتمرن والعب معاهم ولقيت نفسي بتضرب. اكتر حاجه غريبه هو ان انا كنت في التمرين وانا بتمرن جسمي ضعيف وتعبان ومتألم، بس نفسيتي ومخي كانوا مرتاحين جدا. في العادي مخي بيبقى صوته عالي، بس مخي في التمرين كان ساكت تماما. ده حتى اثناء التمرين انا كنت قاعد بتكلم مع الناس، وفي لحظات هزرت فيها وضحكت، واول ما رجلي اتحطت بره التمرين كل الاعراض رجعت لي تاني. فبالنسبه لي التمرين ده انا لازم اروحه تاني، انا ما ينفعش ان انا افوته لانه اداني نفس ساعتين. فبدات ازود التمرين واروح اكتر واكتر، عشان ده كان المكان الوحيد اللي بيأثر فيا بطريقه ايجابيه. مفيش حاجة تانية أثرت معايا، ولا أدوية ولا فسح ولا كلام مع ناس ولا أي حاجة. الحقيقة إن الحالة النفسية اللي كانت جايالي دي كانت جايالي بسبب حاجتين. الحاجة الأولانية هي التفكير في امبارح، بفكر في صاحبي اللي أنا ملحقتش أسلم عليه وحاسس إن أنا مقصر في حقه. والحاجة التانية هي التفكير في بكرة، إن أنا مستقبلي كله راح، ان انا ما بقتش بشتغل بالطريقه الطبيعيه بتاعتي، ان انا صحتي راحت، وبفكر ان انا خلاص اتغيرت وهفضل كده للابد، مش هعرف اطلع من الكابوس اللي انا فيه ده. دول الحاجتين اللي كانوا دايما مخلين دماغي في حاله فزع مستمر. ومن اعراض الفزع ده انقباض المعده، فما تقدرش تاكل، نبض قلب سريع، فالادرينالين بيضرب في جسمك وانت مش عارف انت المفروض تعمل ايه، احساس دايم بالخطر، دوخه، ضيق تنفس، ما بنامش اكتر من 3 ساعات لمده سنه، مش لمده 3 4 ايام ورا بعض، لكن لمده سنه، ونوم سطحي جدا، انفصال ادراكي عن الواقع اللي انا فيه. يعني انا مش مستوعب اصلا ايه اللي بيحصل قدامي، انا قاعد في دماغي اكني محشور جوه دماغي، مش عارف اشوف ايه اللي بره. وطبعا مع كل ده انا بقيت اصلا شبه فقد الذاكره القديمه، يعني انا فجاه بقيت مش فاكر اصلا ايه طفولتي كانت عامله ازاي، ولا
الاحداث اللي حصلت ولا الذكريات بتاعتي. كل حاجه ما بقتش قادر اوصل لها، فشبه كده الذاكره القديمه الطويله ما بقتش موجوده في دماغي اصلا. فانا قعدت ان انا ادرس واحاول افهم ازاي احسن من حالتي النفسيه دي، وازاي اهديها، وازاي اطلع من النفق المظلم ده. وما لقيتش في حياتي دواء زي التمرين. تعال افهمك ليه. ده عشان التمرين كان بيجبرني ان انا اسيب التفكير في الماضي او في المستقبل، وبيحطني قدام خصم. الخصم ده عايز ان هو ياخدني يوقعني على الارض ويحاصرني ويخضعني، وانا لازم امنعه واخضعه انا. فما كانش في مجال اصلا ولا مساحه ان انا افكر في اي حاجه غير الشخص اللي قدامي في الحاضر. التمرين كان المكان الوحيد اللي انا اقدر المس فيه خصمي. بدل ما خصمي عباره عن افكار غير ملموسه، فلا، ده انا اقدر ان انا اقاتل خصم ملموس، قادر اشوفه قدامي، وقادر ان انا اشوف عيوب حركاته ايه ونقط ضعفه ايه، ولو هو كسبني اقدر ان انا اساله واتعلم منه. الفكره ان انا ما كنتش بتمرن مع ناس بتحاول انها تاذيني. هم كانوا بيسعوا ان هم ياخدوني في اخضاعات او يوقعوني او الى اخره، لكن هم ناس بتشتغل على نفسهم عشان يتحسنوا زي بالظبط. فما كنتش ببقى حاسس بالخطر منهم كنيه. نيتهم مش ان هم يأذوني وخلاص، بل بالعكس، كنا بنقعد بعد التمرين نقعد نتكلم مع بعض ونتشارك الخبرات، نعلم بعض ايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها، ايه الغلطات اللي كل واحد شافها في اللعبة بتاع التاني الى اخره. وبدل ما اقعد مع ناس يائسة في الحياة ومدمنة وحالتها صعبة وما عندهاش طموحات، انا كنت قاعد مع ناس طموحة كل يوم بتيجي تضغط على نفسها وتشتغل على نفسها عشان تكون ناس احسن، يعني مش ناس بتهرب من مشاكلها. وبدل ما مخي يتسحل في الافكار السوداء اللي كانت ملياه وقتها، كانت دماغي بتتسحل في حل المشاكل المفيدة. ازاي اوقع شخص، ازاي اتحكم فيه، ازاي اعمل كذا او كذا. فكان دايما عقلي مندمج في لعبة القتال بدل ما يكون قاعد بيفكر في حاجات ومشاكل هو مش قادر يستوعبها. وده اللي ادى مساحة لمشاعري انها تبتدي تطلع حبة بحبة، شوية بشوية مع الوقت. النهاردة فات 5 سنين على القصة دي كلها. انا دلوقتي رجعت تاني بني ادم طبيعي، بقيت اتنفس طبيعي، ما بقاش يجيلي نوبات فزع، ما بقاش يجيلي اي حاجة من الحاجات دي. بس انا ما اقدرش انسى ابدا النفق اللي انا كنت فيه. كان نفق ضلمة وما كنتش متخيل ان انا هطلع منه وارجع طبيعي تاني. ده بالعكس، ده واحد من اقوى الشرارات اللي مخلياني دلوقتي بسعى ان انا احط محتوى ان انا اعلم الناس الرياضة، اذا ما كانش هو اصلا الدافع الحقيقي اللي خلاني اتكلم اصلا عن الرياضة واحطها فيديوهات على السوشيال ميديا. الوجع ده قعد لسنين بس كان فيه كل خير. فانا خدت كمهمة من مهمات حياتي هو ان انا لو لقيت حد في نفق مظلم زي ده، الحاجة الأولانية خالص اللي ادتني ضوء وأمل في الحياة كانت التمرين. التمرين هو اللي اداني لحظة أجازة من المعاناة. هو المكان الوحيد اللي أنا قدرت فيه أحس بالأمان. هو المكان الوحيد اللي على عكس توقعات الناس كلها لقيت فيه الحب، ولقيت فيه الطمأنينة، ولقيت فيه مشاعر العالم كله مش بيديهاني. ولو انت راجل في الزمن ده فانت عارف كويس اوي انا بتكلم عن ايه. ربنا خلقنا اقوياء جسمانيا، ودي هبة من هبات ربنا. فزمان كان الراجل له قيمة عشان هو قوي جسمانيا بطبيعته، كان له مكان يقدر يشيل فيه حاجات، يعمل فيه حاجات ان الناس الضعيفة بتقول له عليه شكرا. لكن الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي محدش هيقولك شكرا ولا اي حاجة. ده بالعكس، دي حاجة نوع من انواع العيب ان انت تكون راجل. انت عندك ذكورة توكسيك، توكسيك ماسكلينيتي، يعني معرفش ذكورة مسممة ولا ايه، ايا كان. يعني انت ما ينفعش ان انت تبقى عنيف. الناس اللي بتلعب حديد وبتلعب جيم وبعضلات دول ناس اغبياء. تحس ان العالم بقى يوجه هجومه كله علينا احنا كرجالة. والتمرين كان من اخر الاماكن اللي انا كنت بحس فيها بذكورتي ورجولتي واهمية جسمي وهبة ربنا اللي اداهالي. وانا اخ لكل راجل حاسس بالضعف تجاه الحاجات القاسية اللي احنا بنمر بيها. وعايز اقولك انه لا، بالعكس، احنا نقدر ان احنا نكون اقوى بكتير ونستاهل احسن من كده بكتير. فما ينفعش ان انا مثلا اجي اقول لك انا عايز اساعدك بحاجه تنفعك في يوم واحد بس كل الايام التانية ما تنفعكش. ما تدينيش سمكه بس علمني ازاي اصطاد. عايز تطلع من حته وحشه لازم تتمرن، لازم تاخد بالك من جسمك ومن صحتك. وما تتمرنش بس حديد، العب فنون قتاليه، لان هي بتحوطك برجاله زيك، بتحوطك باخوات كبار ينصحوك، وبتحوطك باخوات صغيرين يقدروا ان هم ياخدوا منك المعلومه. بتحس ان انت ليك قيمه، تقدر توجه الناس وترشدهم. فارجوك لو انت في وقت حاسس ان انت ضعيف فيه، او حاسس ان انت لوحدك، او حاسس ان العالم مش فاهم المشاعر اللي انت بتمر بيها، اتمرن بس يا سيدي. اتمنى انه لو انا هنقذ او هساعد واحد ان هو يطلع من النفق المظلم اللي هو فيه، واحد بس، مش عايز اكتر من واحد، بس لو الفيديو ده نفع واحد بس من الناس،
خلاهم يطلعوا من مأزق او ساعدهم ان هم يشوفوا ايام احسن، فانا راضي. شكرا جزيلا. واتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.